بتبدأ الأحداث في شقة متبهدلة جدا وكل المجوهرات والحاجات الغالية فيها مسروقة، وموجود في الشقة جثة واحدة ست جسمها متكسر ومحطوطة في الخزنة بتاعتها اللي في الجدار، وصابع من صوابعها مقطوع ومش موجود. وبتروح المحققة كيت وكاسل لمسرح الجريمة وبيعرفوا إن الضحية اسمها سوزان، وبنعرف إن دي هي الجريمة الرابعة لعصابة متخصصة في سرقة مجوهرات الناس الأغنياء. واللي حصل في أول جريمتين إن العصابة ضربت الضحايا فقط وسرقت مجوهراتهم، لكن في كل مرة كانوا بيزدادوا عنف لدرجة إنهم ضربوا الضحية رقم 3 لغاية ما ماتت. والمرة دي قتلوا الضحية الرابعة بالرصاص وكسروا جسمها وحطوها في خزنة بدافع العنف فقط، وكمان قطعوا صباعها اللي كانت لابسة فيه خاتم جوازها كنوع من أنواع التعذيب والعنف. والفحص المبدئي لمسرح الجريمة بيقول إن العصابة دخلوا الشقة من غير أي آثار عنف أو كسر للباب، واستخدموا المخدة عشان تكتم صوت ضرب النار. وفي المركز بتحاول كيت وزمايلها يلاقوا الرابط بين الأربع ضحايا عشان يعرفوا طريقة تفكير العصابة، بس الأربع ضحايا كانوا عايشين في أماكن غنية لكن بعيد عن بعض، والحاجة الوحيدة المشتركة بينهم إنهم أغنياء جدا وعندهم مجوهرات غالية. والسؤال هنا إزاي العصابة بتنقي ضحاياها وبيكونوا عارفين إن عندهم مجوهرات غالية مش مجرد ناس أغنياء وخلاص؟ ومعنى كده إنهم أكيد على صلة معرفة بالضحايا بشكل ما. لكن لما زمايل كيت عملوا تحرياتهم لقوا إن مفيش أي رابط يربط الأربع ضحايا ببعض، لأنهم مش بيتعاملوا مع نفس شركة التأمين ولا حراس الأمن ولا حتى عندهم نفس نوع الخزاين. وكاسل بيقترح إن احتمال حد من العصابة يكون عارف الضحايا بشكل شخصي. بعد كده كيت بتستدعي جوان بنت سوزان الضحية الأخيرة وبتسألها عن معارف أمها إن كان حد فيهم بينه وبين أمها عداوة، بس جوان بتعرفها إن أمها ما كانش ليها أي عداوات مع حد، وكمان ما كانتش هي ولا أمها يعرفوا الثلاث ضحايا الباقيين. وجوان لما بتعرف إن في ضحايا غير أمها بتتعصب جدا لأن البوليس لسه مش عارف يقبض على العصابة دي، والنتيجة إن أمها ماتت، وبتبدأ تعيط وبتلوم نفسها لأنها ما كانتش مع أمها وقت وفاتها. وكيت بتتأثر بحالة جوان لأنها شبه حالة كيت لما كانت صغيرة، وبتواسي جوان وبتوعدها إنها تقبض على اللي عمل كده. تاني يوم تقرير الأدلة الجنائية وصل وطلع إن العصابة استخدموا مفتاح مخصوص لفتح الكوالين اسمه مفتاح الصدمة، وبيقدروا يفتحوا بيه كالون الباب، لكن المفتاح ده مش سهل الحصول عليه. واسبوسيتو زميل كيت بيقولوا إنه قبض من فترة على حرامي اسمه ميتشل متخصص في مفاتيح الصدمة، ولما بيبحث عنه بيعرف إنه خرج من السجن قبل الجريمة الأولى بأسبوعين، فمنتج جيمري رئيس المركز بيقول له يقبض عليه. ولما بيقبضوا على ميتشل بيلاقوا معاه مسدس مش مرخص، وكيت بتسأله كان موجود فين امبارح بالليل وقت ارتكاب جريمة قتل سوزان. وميتشل بيقول إنه كان في بار صغير وعنده أكتر من 30 شاهد، بس كيت ما بتقتنعش بكلامه لأن أكيد اللي كان قاعد معاهم مجرمين زيه وأكيد هيداروا عليه. بس ميتشل ما بيهموش وبيكون واثق من نفسه لأنه عارف إن كيت ما عندهاش أي حاجة ضده، بس كيت بتكون متأكدة إن ميتشل ليه يد في الموضوع. بس منتج جيمري رئيسها بيقول لها إن ميتشل في وقت الجريمة الأولى كان بيتم التحقيق معاه في جريمة سرقة تانية، ومعنى كده إن مش هو اللي ارتكب الجرايم دي، أو على الأقل ما ارتكبش أول جريمة. بعد كده كاسل بياخد صور للمجوهرات اللي اتسرقت عشان يمكن يقدر يوصل لحاجة، وأمه شافت صور المجوهرات وكانت عاجباها جدا، وكاسل بيقول لها المجوهرات دي مش هتتباع لتاجر مسروقات عادي، أكيد هتتباع لحد يقدر قيمتهم ويعرف يوصل لمشترين أغنياء جدا. وأمه بتقول له أنت فاكر بول؟ بول كان واحد من اللي بيشتغلوا في المجوهرات والتحف الغالية. وكاسل بيجيله فكرة إنه يروح يتكلم معاه يمكن تكون عنده معلومة تفيده، وفعلا بيروح للمكان اللي عايش فيه بول، وبيطلع انه متابع موضوع العصابه لانه بيشوف عنده الجرايد اللي اتكلمت عن جرائم السرقه والقتل بتاعه العصابه. وبول بيجي من وراه وبيضربه وبيقول له من زمان مستني اضربك ضربه زي دي، والضربه دي هي كتخليص حق بينهم. وبنعرف ان بول كان مصاحب ام كاسل زمان، بس كاسل بوظ علاقتهم لان بول كان حرامي وبيتاجر في التحف المسروقه. وكاسل بيوري له صور المجوهرات اللي اتسرقت من سوزان ومن باقي الضحايا، وبيساله ان كان سمع انهم بيتباعوا في اي مكان، بس بول بيقول له انا ما سمعتش حاجه عنهم خالص وما شفتهمش، بس الأكيد إن المجوهرات دي غالية جدا لدرجة إنها تتلبس في مناسبات خاصة فقط. وكاسل بيسأله إزاي الحرامية ممكن يكونوا عرفوا إن الضحايا عندهم مجوهرات زي دي، وبول بيقول له أكيد هم منخرطين في مجتمع الناس دول وبيشوفوهم دايما وعشان كده عارفين المجوهرات اللي عندهم. وبيعرض على كاسل إنه يروح معاه مسرح الجريمة عشان يشوف تفاصيل أكتر عن الحادثة يمكن يقدر يساعده. وفعلا بيروحوا مسرح الجريمة اللي هو شقة سوزان، وبول بيقدر يفتح كالون الباب، ولما بيشوف الدم على الأرض وفي الخزنة بيقول لكاسل إن الحرامية دول بيستخدموا العنف حبا في العنف فقط، مش زي حرامية زمان اللي كانوا بيخلصوا شغلهم من غير ما حد ياخد باله منهم. والنوع ده من الحرامية الواحد ما يحبش يتعامل معاهم حتى لو حرامي زيهم. وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت، فبول بيهرب من الشباك وبيطلع ان كيت هي اللي كانت بتفتح الباب عشان تعاين مسرح الجريمة تاني. بعد كده في المركز كاسل بيقول لها انه عايز يتكلم مع ميتشل لوحده لان كلام بول خلاه يتاكد ان اكيد ميتشل قابل الحراميه دول عشان يديلهم مفاتيح الصدمه اللي بيفتحوا بيها الابواب، ولكن اكيد ميتشل مش عايز يتكلم واكيد طبعا مش هيقول الكلام ده لحد من البوليس. وفعلا كاسل بيقابل ميتشل وبيعرفه بنفسه، وبيطلع ان ميتشل معجب بالروايات اللي بيكتبها، وكاسل بيقول له انه بيكتب روايه جديده وهيذكر فيها جرائم السرقه اللي حصلت، وعشان كده هو عايز ميتشل يساعده في كام معلومه، وميتشل بيوافق. وكاسل بيقول له انا هكتب في الروايه ان واحد زيك متخصص في المفاتيح بيقابل الحراميه دول في مره من مرات السرقه وبيكونوا هيسرقوا نفس المكان،
بس ميتشل بيقول له ده عمره ما هيحصل، لان انا مستحيل ارجع للسرقه، واصلا لو رجعت عمري ما هشارك الناس دول في سرقه، دول ناس متوحشين. وكاسل بيساله انت عارفهم؟ وميتشل بيقول له ايوه اعرفهم، زعيم العصابه بتاعهم جه البار اللي انا بقعد فيه وكان بيجمع فريق وكان عايزني اكون معاهم، وقال ان عنده حد يعرف الضحايا وموجود وسطهم بيجيب له كل المعلومات عنهم، وكان عايزني ادي له واحد من مفاتيح الصدمه بتاعتي واشترك معاهم في السرقه، بس انا رفضت، ولكن اديته المفتاح عشان ابعده عني. وكيت والمونتجمري كانوا واقفين بره وبيسمعوا كلام كاسل وميتشل. وكاسل بيقول له انا عايز لما اكتب عن الراجل ده اصوره بشكل زي شكله الحقيقي عشان يكون واقعي، هل تعرف توصفه؟ وفعلا ميتشل وصف له شكل زعيم العصابه بالظبط. ولما عملوا رسمه لزعيم العصابه كيت ورت الصوره لجوان بنت سوزان عشان تحاول تتعرف عليه، بس جوان قالت لها انها عمرها ما شافته. وكاسل سالها ان كانت امها بتلبس المجوهرات بتاعتها طول الوقت، بس جوان قالت له انها كانت بتلبسهم في المناسبات الكبيره فقط، وعرفته كل المناسبات اللي امها لبست فيها المجوهرات في السنه اللي فاتت كلها. بعد كده كيت وزمايلها كتبوا قائمه بكل الحفلات اللي الاربع ضحايا راحوا لها في السنه اللي فاتت، وطلع ان الاربع اشخاص اتجمعوا مع بعض في حفله واحده وكانت حفله خيريه، وبكده يبقى اكيد الشخص اللي شغال مع زعيم العصابه كان حاضر الحفله دي. بعد كده كيت وكاسل بيروحوا لان جرين مديره المؤسسه اللي بتعمل الحفله الخيريه، وبيطلع انها عارفه كاسل عن طريق واحده صاحبتها اسمها تشيني، وتشيني دي كان كاسل على علاقه بيها قبل كده. وكيت بتقول لها على الجرايم وان اكيد في حد في المؤسسه بتاعتها بيشتغل مع العصابه وبيسرب لهم بيانات الناس اللي عندهم مجوهرات غاليه. بس ان جرين بتاكد لها ان كل موظفينها ما عندهمش سوابق، وانها تحرت كويس عن كل الموظفين قبل ما تشغلهم عندها. وكيت بتطلب منها قائمه باسماء الموظفين اللي عندهم صلاحيه الوصول لاسماء ومعلومات المتبرعين، وان جرين بتوافق وبتدي لها القائمه. بس لما كيت تطلب منها قائمه تانية باسماء المتبرعين عشان تحاول تحذرهم، ان جرين بترفض لان دي معلومات سريه ولازم امر قضائي عشان تطلع قائمه الاسماء دول. وبالليل كيت كانت بتكتب طلب عشان الامر القضائي، وزمايلها كانوا عملوا تحريات عن كل اللي شغالين في المؤسسه وكلهم طلعوا ابرياء ومالهمش اي علاقه بالجرائم. وكاسل جالهم وكان معاه تذكرتين للحفله الخيريه اللي مؤسسه ان جرين هتعملها، واكيد طبعا الشخص اللي بيشتغل مع العصابه هيكون موجود في الحفله. تاني يوم كان ميعاد الحفله، وام كاسل كانت عايزه تعرف منه مكان الحفله بس هو مرضاش يقول لها عشان ما تجيش معاه. وعند كيت كاسل كان بعت لها فستان عشان تلبسه في الحفله، وبعد شويه كيت بتروح لكاسل عشان يروحوا الحفله مع بعض، وام كاسل بتشوفها في الفستان وبيعجبها جدا وبتدي لها عقد من بتوعها تلبسه عليه وبتحاول تعرف منها مكان الحفله، بس كاسل بيشاور لكيت عشان ما تقولش. فكيت بتضحك عليها وبتقول لها ان الحفله معموله في فندق كبير وبتقول لها اسمه. بعد كده كيت وكاسل بيروحوا الحفله، وكاسل بيروح يجيب حاجه يشربها هو وكيت. واحده اسمها ريتشل بتشتغل رئيسه قسم التنميه في المؤسسه بتاعه ان جرين قابلت كاسل، وريتشل دي هي اللي جابت له التذكرتين. وفي المقابل كاسل وعدها انه هيعمل مزاد خيري لصالح المؤسسه الخيريه اللي هي شغاله فيها، والمزاد هيكون على توقيعه للطبعه الاولى من روايته الجايه. وهما بيتكلموا براد حبيب ريتشل بيجي لهم، وريتشل بتعرفهم على بعض، وقالت لكاسل انهم هيعملوا حفله خيريه الشهر الجاي، وكانت عايزاه يحضر هو واليكس بنته. وكاسل بيستغرب انها عرفت ان عنده بنت وعرفت كمان اسمها. وريتشل بتقول له احنا دايما بنحاول نجمع معلومات عن المتبرعين المحتملين عشان نقدر نعرف الحاجات اللي بيهتموا بيها والقضايا اللي ممكن يتبرعوا ليها. وكاسل قلق وراح لكيت وعمل انه بيرقص معاها عشان محدش يسمعهم، وقال لها على ريتشل وكان قلقان من ريتشل وشاكك ان هي اللي بتسرب معلومات لزعيم العصابه. وهما بيتكلموا كاسل شاف بول وهو جاي مع ان جرين رئيسة المؤسسة، وفكر ان بول وان جرين متصاحبين وبالتالي بيحضر حفلاتها وان هو الجاسوس اللي بيشتغل مع رئيس العصابة. بس لما اتكلم معاه طلع انه فاهم غلط، وكل الحكاية ان بول يعرف ان جرين وعرف منها ان كاسل هيجي الحفلة النهاردة، فاما عرف ام كاسل عشان تيجي هي كمان، وبالتالي كاسل يتنرفز ويتضايق. وفعلا مارسا ام كاسل جت الحفلة وعرضت للبيع في المزاد الخيري كتب من الطبعة الأولى لأول رواية في السلسلة اللي كاسل كتبها، ووجهت الأنظار على كاسل. وكاسل أخد باله إن براد حبيب ريتشل بيصور المجوهرات بتاعة الناس اللي حاضرين الحفلة، وكيت خلت زمايلها يعملوا تحريات عن براد وعرفوا إنه مزور هويته واسمه الحقيقي تشاد، وكان محبوس في قضايا تزوير وسرقة، وفهم إنه أكيد هو ده الجاسوس اللي بيشتغل مع العصابة، وكيت قبضت عليه. وفي التحقيق كيت ورت له صورة زعيم العصابة، وبراد اعترف إنه فعلا شغال معاه، والزعيم ده اسمه كارل. وبيطلع ان براد قابله في السجن، والمساجين ساعتها كانوا بيحاولوا يضربوا براد وبيضايقوه، بس كارل كان بيدافع عنه وخلاه تحت حمايته. ولما براد خرج من السجن كارل عرف مكانه ووصل له، وساعتها براد كان اتعرف على ريتشل وكان بيحاول يعيش حياته بشكل مستقيم. بس كارل كان عارف ان ريتشل بتشتغل في مؤسسة خيرية، وقال لبراد انه مدين ليه عشان كان بيدافع عنه في السجن، وهدده انه لو ما جابلوش قائمة باسماء المتبرعين في المؤسسة الخيرية وكل المعلومات عنهم وكمان صور للمجوهرات اللي بيلبسوها هو اللي هيأذيه وهينفذ فيه اللي كان المساجين الباقيين هيعملوا فيه في السجن. وطبعا براد اضطر يوافق واداله قائمة بكل الاسماء، بس كارل فضل يطلب معلومات عن المتبرعين اكتر وكان بيهدد براد انه هيأذيه هو وريتشل، فبراد اضطر يوافق انه يكمل معاه. وكيت عرفت من براد المكان اللي كارل قاعد فيه وراحت هناك هي وكاسل، بس طلبت منه يفضل في العربية. واقتحمت شقة كارل هي واسبوسيتو ورايان، بس كارل ما كانش موجود، ولقوا عنده صور للضحايا والمجوهرات بتاعتهم وكمان قوايم باسماء كل المتبرعين ومعلومات عنهم. وهم بيفتشوا كارل جه من بره، ولما شافهم هرب بسرعة وهم جري وراه.
وتحت في الشارع كاسل كان في العربية ولقى كارل نط على كابوت العربية وهدده بالمسدس عشان ينزل من العربية، بس كاسل فتح الباب وزق بيه كارل وهجم عليه والمسدس اتحدف من ايد كارل وحاول يمسكه، بس كيت وصلت له وقبضت عليه. وكارل اعترف على اسماء كل اتباعه اللي بيشتغلوا معاه. بعد كده كيت راحت لجوان بنت سوزان وادت لها السلسله اللي امها كانت لابساها وكان فيها صورتهم مع بعض. السلسله دي اخدتها من المجوهرات اللي لقوها عند كارل، وفضلت تواسي جوان وادت لها رقمها عشان لو احتاجت حد تتكلم معاه في يوم من الايام لان حالتهم كانت زي بعض. وبعدها كيت راحت لكاسل عشان ترجع العقد لمارسا امه وعزموا عليها انها تفطر معاهم، ودخلت فعلا يفطروا سوا وخلصت الحلقه. دي كانت الحلقه السابعه من الموسم الاول. هل المسلسل مش عاجبكم؟ نلغيه افضل ونشوف مسلسل تاني، لان التفاعل كان قليل جدا عن الحلقات اللي فاتت. عرفوني في التعليقات رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم مننا كل جديد. سلام.